بسم الله ما شاء الله. شوف شلون، شوفوا من الداخل، يا سلام. نقلب العجينة ونفتحها باليد بالطريقة هذه. اليوم ما شاء الله العجينة معنا لينة مرة، كل ما صارت لينة راح تعطينا أداء أفضل. نحشيها بالجبن، نسكر الطوارف، بعدين نقلبها بالطريقة هذه ونسكرها. نغطي حبات الرمان بالقرفة. نحط الحين العجينة اللي حشيناه جبن بالقرفة في القالب بزيت، ونحط الحبات بشكل عشوائي، راح تترتب بعد التخمير وبعد الخبز. صفينا حب الرمان بالقالب ولا ملينا القالب، نتركه يتخمر شوي قبل ما ندخله الفرن. الفرن على حرارة 180، نخبزها يعني على حرارة ما هي عالية، 180 عشان تستوي من الداخل من تحت. وحب الرمان جاهزة معنا، شوف شلون ارتفعت ما شاء الله تبارك الله، والريحة ريحة القرفة شيء. نضيف التحلية اللي تفضلون، حنا نحب نضيف الحليب المكثف المحلى النستلة.